ولكن على قد ما عارف ان فريق سان داونز فيه لعيبه تقيله ولعيبه لعيبه كوره، على قد ما ان مؤمن وعارف ان فريق زي الوداد بيلعب معتمد على الاداء التكتيكي داخل الملعب والانضباطيه، وده اللي بيخليه بيتعب اي فريق قدامه. وده اللي شفناه في المباريات الاخيره، سواء كان قدام سان داونز الموسم الماضي او قدام الاهلي في الموسم في النهائي برضه الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا. ولكن اتمناها وداديه عربيه. والله كأهلاوي بتمنى ان البطولة كانت تتلغي بعد خروج الاهلي، ولكن طالما الوداد مكمل فخلاص يعني مننا وعلينا، زي ما بيقولوا كده يعني زيتنا في دقيقنا. زي ما احنا عارفين ان الوداد مباراة الذهاب حسمها ب2-1 لفوز على صن داونز. ولكن الهدف اللي جابوه صن داونز هو بالظبط بمثابة اللي هي القشة اللي قطمت ظهر البعير، لان فريق زي صن داونز مش محتاج غير هدف واحد وياخدوا البطولة هناك، في حالة ان الوداد ما خلتش بالها في بداية المباراة. ولكن ماذا يحتاج الوداد لكي يحسم المباراة أو عشان ما يستقبلش أهداف؟ أولا، الجبهة اليمين لسان داونز هي كل بناء الهجمة منها وكل هجمات سان داونز منها. ثانيا، إن الوداد بيستغل حتة الكرات الثابتة بشكل كويس جدا، فيعني وسان داونز مش أحسن حاجة في الكرات الثابتة والكرات العرضية. ولكن على الناحية التانية في الهجوم بتاع سان داونز بيعتمد أكتر حاجة على الاختراق من العمق، وده اللي الوداد يعني قدرت في الشوط الأول أو المباراة الذهاب إن هي تقفل العمق بشكل كويس. والناحية التانية برضو يعني الوداد بيستغل ناحية الشمال لفريق سان داونز اللي هي يعتبر ما فيهاش دفاع خالص ولا ما فيهاش باك شمال قوي، يعني زي مداو اللي هو الباك اليمين. ولكن اللي يميز سان داونز ان فيها لعيبه كتيره بتعرف تسدد من منطقه ال 18، وتسديداتهم يعني يعني بتشكل خطوره كبيره جدا على المنافس. ولكن على قد ما ان لعيبه سان داونز فيها لعيبه كوره عالي على مستوى عالي، ولكن لما بتيجي بتبص لتحضير الملعب هتلاقيهم ان هم بيميلوا على ناحيه الشمال اكتر. يعني كل بناء الهجمات بتاعتهم بتبقى ناحيه الشمال، عكس الناحيه اليمين مبيبقاش فيها حد نهائي. ولكن لو هتتكلم برضه على بناء الهجمة، فهم طالما الكورة بعيدة عن حارس المرمى هم خلاص الكورة ممكن هم بنسبة 95% هيطلعوا بالكورة من تحت الضغط. ولكن على لعيبة الوداد ان هي تضغط على حارس المرمى، لان حارس المرمى شفنا كذا كورة ليه بعد الضغط عليها يا بيشتتها يا بتتقطع منه، زي ما شفنا قدام النادي الاهلي وشفنا برضه في مباراة الوداد اللي هي مباراة الذهاب. ولكن على الصعيد التاني فالحارس برضو بتاع سان داونز مش احسن حاجه في الكرات في التسديدات من بره ال 18. يعني لو شفنا التسديده الهدف التاني لسان داونز هتلاقيه تسديده من على حدود ال 18 في نص الجون بتيجي في ايده بتخش، يعني فكرتني بنهائي كاس دوري ابطال اوروبا في 2018 بين الليفر والريال، الكره بتاعت جاريث بيل. ولكن الحاجه اللي بالنسبه لي ممكن اكون خايف منها على فرقه الوداد ان هم يتحطوا تحت ضغط، او ان سان داونز تبدا المباراه بهدف. لان لو بدأت المباراة بهدف صن داونز بيعرف ممكن يقفل او ممكن بيعرف يموت المباراة بخبرة اللعيبة. ولكن على الارجح ان هم لعبتهم ما عندهمش اللي هو تضييع الوقت، ما عندهمش الكلام ده، عكس يعني فرقة شمال افريقيا. ولكن الغريب ان صن داونز لما بيتضغط عليها بالكورة او الفريق التالت بجماعة الكورة بيضغط، بتحس ان هم صعب ان هم يسترجع الكورة. عكس مثلا انت لو بتشوفهم على ناحية بناء الهجمة او ناحية الهجوم بتاعهم هتلاقيهم بينقلوا الكورة بكل سلاسة وبكل اريحية. انما لما تبص على الناحية الدفاعية هتبص تلاقيها ان هي يعني عبارة عن الدفاع مش متماسك مع نفسي، مش متماسك مع بعضه، في اخطاء فردية، في زي الهدف اللي شفناه الهدف الثاني بتاع صن داونز بتاع الوداد، وزي برضو الهدف الاول اللي اللاعب لم 2 لعيبة وحطها عرضية وتصد في رجل اللاعب وتخش هدف ذاتي. ولكن على قد ما انا متاكد ان الفريق سان داونز فريق عنيد وفريق عنده كره حلوه وعنده لعيبه جامده، ولكن على قد ما متاكد ان فريق الوداد هيلعب بطريقته المعتاده اللي هو بيعتمد على الاداء التكتيكي في الملعب بصوره شديده كبيره جدا، وبيعتمد على الهجمات المرتده او بيعتمد بمعنى صح على الكرات الثابته، وهو اللي بيقدر منها. يعني زي ما شفنا المباراه اللي هي في دوري المجموعة في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات في بريتوريا، لما الوداد تعادل معهم 2-2، فكانت الكور من كور ثابت، كور عرضيات الهدفين.